كبرت وعشت مع واحد الام مستبده. كان الاب ديالي مسكين، كيف كيجيب الخلصه ديالو كان كيعطيها ليها. كان ظريف بزاف وما عندوش شخصيه معاها. هي كانت صعيبه بزاف، قاصحه فيه قاصحه فينا. كان عندها واحد خويا الكبير، هو هذاك الطفل المدلل ديالها. فكنا كلنا كنخدموا باش نرضيو ليها داك الولد المدلل ديالها. بديت كنكبر شويه، وبديت كنخدم. صراحه خرجت من القرايه، خرجت من البكالوريا، ولكن ما كانش اختيار ديالي انا. ما كانتش كتخليني نقرا، كانت تقول لي ديريكت، كتقول لي خصك تمشي تخدمي، ما عندك ما ديري بالقرايه. كنت كنبغي القرايه بزاف بزاف بزاف، ولكن ما خلاتنيش، تحاربت معايا بكاع المعاني. فخرجت من القرايه. بديت كنخدم، وكنخدم بالليل، واحد الخدمه صعيبه بزاف وكيخلصوني مزيان. وكانت كتقول لي شوف، خاصك تجيبي لي لافيش دو باي ديالك. وعرفتي في المغرب كانوا يخلصونا يديروا لنا كلشي في الجوا، ما كانش ديك الساعه الفيرمون بونكير. وكان هكا يعني الا كانت غير هذيك 30 درهم ولا 29 درهم شايطه على الحساب، كتقول كتجيبيها كامله، يعني داكشي اللي مقيد في لافيش دو باي خصو يتحط. كنت كنحطوا لها، نجيب لها كلشي. وكانت كتعطيني 100 درهم في كل 15 يوم. فيها الحمام ديالي، فيها نصوب شعري. ما نهضرش على الحوايج لان كان ممنوع عليا نشري شي حوايج، داكشي اللي عندي قديم واللي كنت كنطلب الجيران يعطيوني ديال ولادهم، داكشي اللي شاط على ولادهم كنت ناخذه، مع انني كنت خدامه وكنت شتا صالير مزيان. وصلت واحد لاج قلت لها ماما عافاك بغيت ندوز البيرمي، حيت كانت عندي فكره انني نخرج على برا. ما خلاتنيش قالت لي شوفي، الا مشيتي درتي البيرمي ذنوبك على. قالت لي غتلقاي حوايجك في الزنقه، وانا عارفاها ديرها. فما دوشت البيرمي، حطيت لها الفلوس ديال الخدمه. دازت مده وانا ما كناخذ حتى ريال، كنخدم كنضرب تماره، كندخل من 7 العشيه ما كنخرج حتى 7 ونص الصباح، يعني 12 ساعه ونص ديال الليل. كنجي كنفطر كنعس. الويكاند كدوزو عليا كحل غير بالميناج، عاود كنرجع نخدم. وغاديه السنوات. حتى لواحد النهار عرفتوا ديك الساعه كان خرج داك نوكيا، يلا خرجوا التليفونات، وكاع الصديقات ديالي في الخدمه، الزميلات ديالي في الخدمه خداوه. وكان واحد السيد كان كيجيبوا لينا، كتعطيه 500 درهم في الاول، وكتبقى غاديه معاه ب 200 درهم في الشهر. فانا طلبتها، قلت لها ماما عارفه كلشي عنده تليفون، ممكن ناخذ تليفون؟ قالت لي والله. داك النهار وداك المره، هاد المره ما شنو قال لي راسي، قلت غنتحداه وغنمشي ناخذه. فمشيت خديت هذاك التليفون من عند داك السيد، تخلصت عطيته 500 درهم، عطاني التليفون وغادي نتبع معاه. هو كان ب 1500 درهم، غنتبع معاه يعني شهرين ونص ب 200 درهم عاد نكمل ليه 1500. فملي جيت للدار غنعطيها الصالير ديالي، كتحسب كتقول لي خاصها 500 درهم. قلت لها ماما راه خديت التليفون. قالت لي شوف سير رجع التليفون، بعدا تاكلت واحد القتله بالعصا وانا كبيره راه فيت 20 عام. قالت لي سير رجع داك التليفون، وين ما رجعتيش غتلقاي حوايجك على في الزنقه، والله يعاونك، وحتى حوايجك ما غاديش نعطيهم لك. فانا ديك العشيه مشيت خدمت، الغد في الصباح مع الدخله قالت لي فيني 500 درهم. قلت لها ماما ما بغاش يرجعهم ليا. قالت لي الباب مي فريمون الباب ما كاينش زعما كتضحك معايا ولا شي حاجه. دفعاتني خرجت، بقيت كنطلب فيها وكندق عليها عافاك ماما حلي عليا الباب. قالت لي ما عنديش، هنا كنخلصوا باش نعسوا باش ناكلوا باش حتى حاجه ما فابور، مع ان الوالد ديالي خدام وانا في دارنا فين تزدت وفين. ولكن للاسف الاب ديالي ما كانش عنده شخصيه، وانا كنت كنبغي با بزاف، ولكن لفت انه ما كان كيقدر يقول لها والو. كان كيضايقني بزاف، كنقول علاش. فدرت شفت اغوش ادغوت، ما بان لي حتى حد. بانت لي واحد الصديقه، واحد الزميله ديالي وصديقتي في الخدمه، مشيت حتى دقيت عليها الباب بعيده شويه على الدار. قلت لها شوفي راه جرات عليا ماما، واش ممكن ندخل نبات عندك مسكينه؟ قالت لي الله ودي دخلي. دخلاتني لقيت الام ديالها، هي كاينه هي واختها وعندهم خوها واخوهم وزوج، عندهم غير جبيوت وصالون. قالت لي شوف راه بيت كيبات فيه خويا مع مراته، وبيت حنا خايدينو، دابا نمشيو نعسو انا وياك ماشي مشكل. وجات لنا امها الفطور، داكشي اللي قسم الله البساطه. ومشيت نفطر انا فطرنا انا وصاحبتي ومشينا نعسنا. داز في العشيه نضنا عاوتاني تعشينا. مشينا لخدمتنا بالليل.
جينا في الصباح، جيت عند صاحبتي، هي تقول لي ما صاحبتي شوف بنتي انا ما نقدرش نشدك ديما، انا هاد الام هذه اللي تجري عليك وانت في هاد لاج هذا ما عرفتك فين تمشي وما سولات عليك ما قلبات عليك ما والو، راه سي بيزار انا غنمشي عندها ما يمكنش دير لك فين تلوحك، يعني خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها. شنو درتي؟ قالت لي انا بنتي كتعطيني غير 200 درهم في كل 15 يوم وخصها دير المستقبل ديالها غير باش نعاونوها هكا على المصروف وصافي، وغير انا حيت ما خداماش وما عندهمش بام، كانت راجلها كان ميت مسكين وما عندها لا روتريت لا والو، قالت لي سينو انا راه كنبيع ونشري ونديباني راسي غير باش تعاوننا، ما هي خصها دير مستقبلها ماشي تشد الصالير ديالها وتحطو ليا، ومن بعد اشنو غدير هي؟ فشدت لي من يدي وقالت لي ماشي ما بغيتكش ولا شي حاجه، ولكن راه داركم يعني خصك تمشي لداركم. مشات معايا للدار، فاش وصلنا للدار كتقول لي لا انا ما شدت عليها ما والو، ما قلت لها سيري ما قلت لها والو. السيده بقات كتغمس فيا قالت لي سي بون دخلي، انا فهمت. فدخلت وكليت دلك هاد العصا وبغات تهرس ليا التليفون وبزاف د الحوايج. المهم بديت نخدم عاود حتى كملت هذاك التليفون، وفي كل شهر كنت كل يعني فاش كنا في المغرب كنا كندخلصوا كل 15 يوم، كل مره كنت كنحيد ديك 200 درهم لمده 5 مرات، كانت كتشبع فيا معيور وتدقني وتنتفني وتقمشني، كانوا جاي بحال الخريطه كله غير مقموش. المهم ما عليناش، دازت مده، شفت باللي تما ما غادي نقدر ندير والو، بديت كنوعدها ماما عافاك تقدري تعاونيني تسلفي ليا ونمشي لايطاليا ونرجع لك فلوس ونتهلا فيك. المهم كان واحد السيد كيدي سلفات ليا شي حاجه من عند خوتي، شي حاجه من عند الجيران، مشيت ب5 مليون، رجعت هذيك 5 مليون وتما غتبدا المعاناه كبيره. كنت كنبغي واحد السيد من المغرب، مشيت انا وياه تما، ما كانوش عنده الوراق، انا ما كانوش عندي الوراق، فرقاتني عليه لانها كطلب مني الفلوس، الفلوس جيبي الفلوس ديري الفلوس، الفلوس جيبي الفلوس. فاضطريت انني نتفرق مع داك السيد، لان داك السيد كان كيمنعني بزاف د الخدام اللي ما نديرهمش وانا خصني نديرهم باش نصيفط الوالده ديالي. تفرقت عليه وانا قلبي كيبكي الدم لانني بغيته بزاف مده طويله في المغرب وعاد مشينا تما. تفرقت معاه، بقيت كنعطيها وكنصيفط ليها وكنعطيها وكنصيفط ليها، هذا بغى يدير هذا بغى يدير. واحد الوقيته ان شاء الله انني كتب لي ربي رزقي مع واحد الانسان اخر، تزوجت معاه تما غتبدا المعاناه، تما غنولي خايبه، تما بزاف الحوايج، لان تزوجت ولدت، خصني نقابل وليداتي، خصني ندير داري، خصني نشري في المغرب، خصني ندير فقت باللي خصني ندير مستقبلي، لان حتى لذاك لاج وانا ما كدير حتى شي حاجه، ما عنديش حتى اورو في لابونك، يعني داكشي اللي كنت كنخدمو كنصيفطو له. فاتفقت انا والزوج ديالي وقلنا باللي غنكونوا يد وحده، يعني هو فلوسي مع فلوسه ونجمعوا ريوسنا. وفعلا كان ولد الناس، زوجنا، ولدنا وليداتنا، مشينا شرينا البرطمه الاولى، شرينا البرطمه الثانيه، وتما غيبدا الغل وغيبدا يتخاصموا معايا قدام راجلي، عيرت راجلي، تخاصمت مع راجلي، الخواتات دوك طماعات حتى هما، يعني علاش تجمعي راسك وتزوجي، طلقي منه. حاولت بكاع الطرق انني ندير معاها واحد العلاقه طيبه بدون مشاكل، ما كاينش سوى الفلوس، سوى انت مسخوطه وتبلوكيني، ونعاود نطلبها. يعني شحال من مره كنصيفط 500 اورو بالتخبي على راجلي، كنمشي نخدم نواغ ونجمع ديك 500 اورو ما يعيقش بها ونصيفطها لها غير باش تهضر معايا. فواحد الوقيته ملي بديت بنيتي كتكبر وليت عرفت باللي الامومه راه ماشي هي هذيك، انا ما غاديش ندير هادشي مع بنتي، حبها ما غاديش بالفلوس، بغاتني تبارك الله، ما بغاتنيش انا راه ما غاديش نبقى نصيفط باش تهضر معايا. حبست كل شيء حبست معايا حتى هي. دابا عامين ما كتهضرش معايا، ما عمرها سولات فيا ولا قالت راها مريضه ولا قالت راها عيانه ولا قالت اشنو عندها ولا نمشي نسول فيها ولا غير تصوني ليا وتقطع جامي دلافي. البنت انا ارتحيت بزاف ملي ما بقاش هذاك الابتزاز. وي كنتفكرها مره وكنبكي، ولكن الداخل ديالي انا مرتاحه، ما بقاوش عندي مشاكل مع راجلي، وكنشوف راجلي كيفاش كيتعامل مع مو، وفاش كنمشيو مسكينه هي تشري وتعطينا وتخبى عليه وتعيط ليه، يعني الا دازت غير 3 جوغ وما صوناش عليها كتقول له مالك ياك ما كاين باس، وتعيط ليا تقول لي عافاك فلان واش مريض ولا عنده شي حاجه. كنشوف داك الاهتمام كنقول
بقيت بشويه بشويه واحد يعني اتجا الفرج من عنده وبردت، يعني بردت من ديك الانسانه. يعني هي الام ديالي، ولكن ما بقى عندي معها حتى شي حاجه، يعني حتى شي احساس ما بقيت كنحس حتى شي احساس. بغيتكم غير تقولوا لي واش هذا الشيء عادي، لان دابا واخا دوز من حدايا ما بقيتش كنتوحشها، ما بقيتش كنبغيها، ما بقيتش كنخمم فيها، ما بقات كتعني لي حتى شي حاجه. واش هذا الشيء عادي؟ واش انا مسخوطه؟ واش انا درت شي حاجه خايبه؟ الله يرضي عليكم، عاونوني بنصائحكم، شنو نقدر ندير؟ شنو واش انا على صواب ولا على خطأ؟ راني دايخه. هذه قصه ديال الاخت نوال، اللي عيطت لي من ايطاليا. عاودت لي هذه القصه، وفاش كانت كتعاود لي هذه القصه هذه، كانت كتوقف وتبقى تبكي 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 وتعاود، ملي كانت كتفكر داكشي القديم. دابا قالت لي انا الحمد لله تشافيت، درت بزاف ديال الحوايج باش نشافى، ما تشافيتش بوحدي. يعني كانت متبعه مع اخصائيين في المغرب وهنا، والحمد لله تشافت. ولكن هي خايفه من الله سبحانه وتعالى، كتقول واش هي مسخوطه، واش هاد الام هادي يعني ما عندهاش قلب عليها، ما كتخممش فيها. قالت سيرتو انا ملي وليت وليت كنحس اشنا هي ام. يعني بنتي غير كتقول كنقول، يعني ملي كطيح بنتي كنقول يا ريت لو طحت انا بلاصتها. فانا قلت لها شوف، حاولت تسولي فيها، قالت لك راه مبلوكياني، وانا دابا ما عنديش حتى نمرتها في التليفون. والعام اللي فات مشات للمغرب، وقالت لك كندوز من حدا دارنا انا وراجلي، ونبقى نبكي 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 ونمشي، لان كتعرف الام ديالها كي دايره، وإلا مشات من عندها هي وراجلها ولا بوحدها غادي تضربها وغتعنفها، لان هي كبيره وكتعنف وكتضرب. فاعطيونا الاراء ديالكم، الله يحفظكم.